حصل على قطعتين من الحجر الجيري، واحدة من حجر الغلاف الخارجي لهرم الملك تيتي، والتانية من ممرات هرم خوفو. ولما حلل العينات ديت في معمل بالاشعه السينيه والميكروسكوب الالكتروني لقى مفاجآت غريبه، فقاقيع هواء صغيره جدا جوه الحجر، وكمان خيط من الالياف، والحاجات دي عمرها ما هتكون موجوده في حجر طبيعي جاي من محجر. وبالتالي دافيدوفيتس بدا يقتنع ان في جزء من الاهرامات ممكن يكون معمول من الاحجار الصناعيه، وهو رسم سيناريو متكامل. اول حاجه، بعد فيضان النيل الطمي يسيب طبقات من بودره الحجر السهل استخدامها، والعمال يجمعوا البودره دي مع بعض ويحطوها في قوالب جنب موقع البناء، ويضيفوا لها مواد موجوده في الطبيعه المصريه زي ملح النطرون والصودا الكاويه وملح كلوريد المغنيسيوم، وكمان الجير المذاب في الماء ومواد تانية غيرهم، وبيخلطوا كل ده مع بعضه وبيسيبوها تنشف تماما، وفي النهايه بيطلع لك بلوك جاهز للتركيب. وهو شاف ان العمليه دي كانت ممكن تبقى روتين يومي عند الفراعنه، وجوزيف ما اكتفاش بالنظريه وقال لازم اجرب. وبالفعل في سنة 2002 قرر يعمل تجربة حقيقية في فرنسا، جاب بودرة حجر جيري من محجر هناك وضاف المكونات اللي قلنا عليها، وبعدين صب الخلطة دي في قوالب، وفي خلال كام يوم بقى عنده بلوكات حجر وزنها 15 طن وبنفس صلابة الحجر الطبيعي. وبعت عينات من الحجارة دي لمعامل جيولوجيا مشهورة بس من غير ما يقول انها صناعية، ونتيجة التحليل قالت ان الحجارة طبيعية بنسبة 90% وفيها بس 10% اضافات صناعية، وده كان دليل ان نظرية الاحجار المصنعة فيها نسبة من الصحة. وقد يكون الأهرامات استعمل في جزء منها أحجار مصنعة، لكن بالطبع هي لا تسري على كل الأحجار.